السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إخوتي في الله سوف نتكلم على ثمرة مهمة ولها فوائد عظيمة جدا ومذكورة أيضا في الطب النبوي، ألا وهي ثمرة الرمان. هذه الثمرة الغنية ببعض العناصر الفعالة، ومن هذه العناصر تحتوي على مضادات الأكسدة. ومضادات الأكسدة كما نعرف إخوتي في الله هي تحمي خلايا الجسد من التلف، مما قد يقلل من الإصابة بأمراض القلب وداء السكري والسرطان. وأيضا تحتوي على الألياف، وهذه الألياف كما نعلم إخوتي في الله رائعة جدا بفضل الله عز وجل في التخلص من مشاكل. كما قلنا فهذه الألياف تحسن عملية الهضم بإذن الله عز وجل وتمنع الإمساك. أما العنصر الثالث وهو البوتاسيوم، وهذه المادة إخوتي في الله تنظم ضغط الدم، بارك الله فيكم، ولها فوائد عظيمة. هذه الثمرة جدا منها التخلص من جرثومة المعدة علاج مشاكل المعدة إلى غير ذلك. لها باع كبير جدا في الطب النبوي. وبهذا القدر إخوتي نكتفي، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.